هيردوا عليا يقول لي ايه؟ اهلا بيك يا باشا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده جيت لكم بفيديو مميز جدا جدا، والفيديو ده هو الجزء الثاني من تجربة شات جي بي تي. مش عايز اطول عليكم في المقدمة، ولكن حرفيا النهارده هننفخ اسئلة لحد ما يهنج مننا. فعلشان كده لو عندك اي اسئلة وحابب نعمل جزء ثالث ما تنساش تكتب لنا في التعليقات، ويلا بينا. وحاليا احنا داخل برنامج شات جي بي تي، ولكن خليني اقول لك حرفيا مجهز له شويه اسئله رخمه، حرفيا هخليه يهنج مني. فعلشان كده يلا بقى اتفرج وجهز كوبايه الشاي بتاعتك، علشان حرفيا هموتك ضحك النهارده. يلا بقى ندخل ناكد له بقى اللي احنا ناس عاديه. بسم الله. خلينا كده في البدايه ندخل عليه كده نكتب له حاجه كويسه كده وحلوه. نكتب له ايه بقى؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ايه بقى هيكون رده؟ هيرد علينا السلام عليكم ايه؟ وعليكم السلام، كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟ هو بيقول لي ازاي يساعدني. حلو قوي. خلينا اكتب له اول حاجه اخبارك ايه يا اسطى. خلينا بقى نشوف ايه رده. انا بخير شكرا لسؤالك، كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟ بص يا سيدي، احنا مجهزين له شويه اسئله. نبدا كده بسؤال خفيف. هكتب له ايه؟ انا عايز كود برمجي، وحدد له ايه؟ للغه ال HTML. شوف بقى ايه رده. هل هيجيب لنا كود برمجي للغه HTML ولا لا؟ ايه ده؟ طبعا يمكنني مساعدتك في ذلك. طيب هو بيقول لنا ايه؟ ما هو العنصر الذي تريده؟ طيب خلينا نكتب له محتاج كود لعنصر الصوره. هيجيب لنا مثلا كود ولا حاجه؟ طبعا يمكنني استخدام العناصر. اوه واو، يعني حرفيا جاب لنا ايه هو اصلا عنصر الصوره، وازاي نعمل له اصلا اللي هو الايميج نفسه. حرفيا ده مرعب يا جدعان. انت شايف جايب لنا ايه؟ جايب لنا المفروض دلوقتي الايميج والكود وفي نفس الوقت الرابط، وشارح لنا وكاتب لنا اصلا الصوره اللي احنا بنضيفها. ده مش كده بس، ده كمان كاتب لنا بلغه PHP وفي نفس الوقت لغه CSS. انت متخيل؟ يعني حرفيا موضح لنا كل ده. لا 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 لا، حرفيا جامد. تعالى بقى نصعب عليه الموضوع اكتر، وهساله كده حاجه حلوه قوي. ثانيه انا مجهز له شويه اسئله. هساله سؤال واقول له انا عايز اعرف مين اخطر هاكر. انا عايز اعرف مين اخطر هاكر في العالم. خلينا بقى نشوف ايه الرد بتاعه. هل هيعرف يجيب معلومات عامه ولا مش هيعرف؟ ثانيه. لا يمكنني تحديد مين هو اخطر هاكر في العالم، لان الكثير من الهاكرز لديهم مهارات فائقه. لا 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 لا، رد مقنع. من اولها كده رد مقنع بصراحه. طب ايه ده؟ انا قلت هيجيب لي حد مصري، حد حمزه بن دلاج. وصحيح اللي ما شافش الفيديوز بتاع حمزه بن دلاج ممكن دلوقتي يدخل يشوفه. حرفيا الموضوع مرعب. طيب تعال دلوقتي نساله سؤال تاني واقوى من ده كله. مع العلم كلامه كتير قوي قوي، يعني المفروض هو كتب لي مقال كامل، بالاضافه الى فان الهاكرز اللي اكثرهم مش عارف تمكنا مش عارف ايه لا بلا بلا. كتب لنا كلام كتير قوي قوي فيه رغي حرفيا. تعالوا نساله سؤال بقى ونبدا نهزر معاه. كده احنا جربناه في فكره البرمجه وفي سؤال عام. تعالوا بقى نبدا نهزر معاه واقول له ايه؟ عايز كارت شحن 010 فكه. ايه رده؟ هيجيب لي كارت ايه ده؟ عذرا. الذكاء الاصطناعي غير قادر في توفير رصيدك. يعني الذكاء الاصطناعي ما ينفعش يجيب لك رصيد ولا يشحن لك باقه ولا اي حاجه. لا 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 لا، الموضوع كده ما يوكلش عيش. الموضوع كده ما بيوكلش عيش. ازاي يعني ما تجيبليش كارت؟ يعني شوفوا لنا كارت يا جدعان. خلاص هنعدي السؤال ونساله سؤال اخطر من كده. عايز اشقط. خلينا نكتب له ايه؟ عايز اشقط بنت. حلو قوي كده. ودوس يا باشا. ايه بقى؟ ايه ده؟ ايرور. ايه ده؟ ثانية بيقول لي ايه؟ طلبات كثيرة من ايه ده؟ طب انا مالي؟ ثانية يا عم، ده علق بيقول لي طلبات كتير في الساعة النهاردة. ثانية يا عم اعمل ريفرش للصفحة. اكتب له السؤال تاني. عايز اشقط بنات. تخيل بقى شكل ابويا هو بيشوف الفيديو. ايرور تاني. لا 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 لا، كده البرنامج بقى بيلف ويدور علينا بقى. هو مش عايز يدينا ارقام. 1 hour later.
ورجعنا تاني بعد انتظار ساعة كاملة بس عشان البرنامج يشتغل. وخلينا نفتكر كده اخر سؤال سألته له، كنت بقول له عايز ارقام بنات. ايه بقى رده لما نشوف؟ انا عبارة عن برنامج. ايه ده؟ ثانية ده بيلف ويدور عليا. الله، لا دخل لي غير قانوني وبتحمل خصوصية، من الاخر بيلف ويدور علينا، مش عايز يدينا ارقام بنات. تمام انا مجهز لك برضو شويه اسئله يعني كده هيزعلوك برضو مني. تعالى هنساله دلوقتي سؤال، ازاي اعرف البنت دي بتحبني ولا لا. تعالوا بقى هنشوف ايه الرد بتاعه. ازاي اعرف البنت دي بتحبني ولا لا، ونشوف بقى ايه الرد بتاعه. ايه ده؟ علق تاني؟ لا. طب ثانيه اعمل ريفريش. فيلا تعالى بقى نسأله السؤال ونقول له ازاي اعرف البنت بتحبني ولا لا. يلا بقى لما نشوف. ابدع لي. لا يوجد طريقة مضمونة لمعرفة اذا كانت الفتاة تحبك ام لا. يعني بيقول لك ايه، مفيش طريقة معينة تعرف ان البنت دي بتحبك ولا لا، بس هو هيقول لك على بعض الطرق. ثانية كده، صح؟ اول طريقة التواصل المستمر، اللي هي تكلمك على طول يا باشا. طب والله يا جدعان، ما هو بيجيب لك حاجات مختصره وبيحكي لك كمان الموضوع. التفاعل الايجابي، تلاقيها دايما بتتكلم معاك بايجابيه. الله يسهل له. حرفيا هو هنا بيهرف كلامه خلاص. يعني حرفيا اللي انا ملاحظه ان هو بيقول لك كلام كتير قوي، بس احنا مش عايزين كل ده. احنا قلنا الخطوات 1 و2 و3 و4 وخلاص على كده. فمن الاخر كده انا هقول له كلمه حلوه دلوقتي. هقول له ايه بعد ما قلت له عايز اعرف البنت دي بتحبني ولا لا يا باشا، وعرفني باللهجه المصريه؟ هيرد عليا يقول لي ايه؟ اهلا بيك يا باشا. الطريقه الوحيده انك تتاكد البنت بتحبك ولا لا انك تحاول تتواصل معاها بشكل صريح، انك تبقى دغري معاها. ايه ده في النهايه بيقول لي ايه؟ بالتوفيق يا باشا. تعالوا نقرا من هنا كده. بيقول لك ايه؟ اهم حاجه انك تحترم قرارها بس. بس حلوه اللي هو بالتوفيق يا باشا. طيب لو سالته سؤال دلوقتي وقلت له البنت كسرت قلبي وسابتني، ايه هيكون الرد بتاعه؟ حرفيا كاتب لنا مقاله فوق مقاله. ليه يا عم؟ افرض قلت له كده، هيكون الرد بتاعه ايه؟ الرد بتاعه بيقول لي ايه؟ انا اسف لسماع ذلك. ثانية الشعور بالحزن والألم يسبب الانفصال والخيانة. الله. ثانية بيجيب له حلول كمان. ايه ده؟ طب جميل جدا. يعني بص بيقول لك لو عايز تتجاوز الامر ده بمرور الوقت، انزل بقى مع الاصدقاء، اقعد مع العيلة، اقعد مع الاشخاص انت بتحبها. طب جميل جدا. طيب بقول لكم ايه؟ هسأله سؤال دلوقتي ويشوفوا هل فعلا هينصحني ولا هيقول لي اعمل ايه. مع ان على فكرة بيجيب له حلول جدا، اللي هو في الوقت نفسه يعني حرفيا بيديك حل، اللي هو يسمع مزيكا، يقرا قران. اقرا قران ايه؟ استغفر الله العظيم، ما ذكرش انا، ولكن المفروض تقرا قران، القراءه، واستمع للموسيقى وهكذا. تعالى هساله سؤال دلوقتي واقول له انا عايز انتحر، من رايكم ايه هيكون رده؟ يلا ايه الرد بتاعه؟ ارجوك لا تفكر في الانتحار. حياتك تعني الكثير، ولديك الكثير من الاشياء التي يمكنك ان تستمتع بها وتحققها. يا نهار ابيض، ده بينصحني ان انا ما انتحرش. بس جامد اللي هو ارجوك. بيقول لي لا تتردد في الحديث مع الاشخاص اللي بتثق بها، وبيديك حلول، وده اجمل حاجه. يعني بيقول لك لو انت مخنوق او عايز تنتحر، روح اتكلم مع ناس انت بتحبها والناس دي انت تكون عايزها. ولكن خليني كده اقول له ايه؟ انا اخدت القرار وهنتحر. ايه بقى الرد بتاعه؟ ارجوك توقف. الانتحار ليس الحل الصحيح او بيحل المشاكل. واصدقائكم من يحبون ذلك، فالناس هتكون محتاجاك يعني، والناس اللي بتحبك وكده. وخليني اقول لك ان بكده احنا وصلنا لنهايه الفيديوز. فلو الفيديوز ده عجبك ما تنساش تدينا لايك وشير الفيديو ده لاصحابك عشان يضحكوا ويهزروا معانا. ده مش كده بس، ده كمان لو عندك اي سؤال حابب نضيفه لسلسله شات جي بي تي، ما تنساش تكتبه في التعليقات، ومن عيوني هبدا اعمل عليه فيديوز واجمع الاسئله دي ونسالها للبرنامج. وخليني اقول لك في النهايه ما تنساش تصلي على سيدنا محمد.